في بداية قصتنا بنتعرف على هيما أريكاو وبنلاقي 2 لابسين بدل محاصرينه وهو لابس لبس خدامة، وبنعرف ان الشباب دول جايين ياخدوا منه الدين اللي عليه. وعلى حسب كلام اللي لابس نظارة، طالما هو مش قادر يدفع الفلوس اللي عليه يبقى يجي يشتغل عنده بقى. بس الكابتن التاني اللي عنده بيشلة في وشه بيقول له يتسلوا عليه قبل ما يودوه للريس. وقبل ما يمسكوه 3 بنات لابسين لبس المدرسة بيظهروا، وبنعرف ان اساميهم ايتن وأونكو ألبرتينا، والبنات دول يبقوا اتحاد مجلس الطلبة في ثانوية شيموشينا وجايين عشان ينقذوا هيما من الهمج دول. وقبل ما الكابتن اللي لابس نظارة يعترض، ايتن بتقوم ضرباه، وفي الناحية التانية أونكو بتضرب ابو بشلة في وشه. وكل ده وألبرتينا واقفة تتفرج عليهم، بس مرة واحدة بتبظ هالة كده حواليها، فالرجالة بيطلعوا يجروا من الخوف من 3 بنات صغيرين. وبعدها البنات بيطمنوا على هيما وهو بيشكرهم وبيصدر لهم الوش البريء. وبنفهم ان البنات دول بيحبوا البنات اللطيفة، فبيقرروا ياخدوا هيما معاهم في المجلس. ولما بيعملوا له اختبار بينجح، وفي اللحظة دي هيما بيصدمهم وبيعترف لهم انه ولد. والبنات لما بيسمعوا ده مش بيصدقوا، فايتن بتقول له انهم عايزين دليل، فبيرد عليهم بصوته العادي، فبيتصدموا اكتر وبيحسوا انهم زي ما يكونوا كده خسروا، وبيبقوا مش فاهمين هو ازاي شكله شكل البنات الأمورة. حقيقي يعني الحياة مش عادلة خالص. والاهم من ده بيسألوه هو ليه لابس لبس بنات، فبيشرح لهم ان الرجالة اللي كانوا عايزين يمسكوه دول هم اللي خلوه يلبس كده عشان يبيعوه للناس غريبة مريبة. وبيحكي لهم ان الموضوع بدأ من وقت ما اهله سافروا بره والديون اتجمعت عليهم. لا، والاوحش من كل ده هو انهم اخدوا كل الديون دي باسم هيما زي ابن عز عندنا كده. وعشان كده الرجالة اللي كانوا لابسين بدل دول كانوا بيطردوه. وبعد ما البنات بيسمعوا ده مش بيتأثروا وبيكونوا شايفين انهم يقدروا يحلوا المشكلة دي عادي. والحقيقة انهم معاهم مليون ين يسددوا بيه الفلوس اللي عليه دي، بس طبعا المفروض يكون في مقابل. فبيعرضوا عليه انه يقضي اللي باقي من حياته المدرسية وهو لابس لبس بنات ويشتغل عندهم مقابل انهم يدوا الفلوس دي. يعني باختصار هيكون مديون لناس تانية وهيسيبهم يستغلوه، بس على الاقل دول اقل في الشر. وفي المشهد اللي بعد كده في وقت الاحتفال، الرئيسة أونكو والنائبة بتاعتها ايتن والسكرتيرة ألبرتينا بيقدموا للكل الكلب الجديد بتاعهم هيما أريكاوا، وطبعا بيقولوا انه ولد. واول ما هيما بيروح، اخته الصغيرة كاجويا بتجري عليه تحضنه وما بتبقاش مصدقة ان مجلس المدرسة خد اخوها معاهم في المجموعة، وبيعجبها جدا الزي اللي بيكون لابسه. بس هيما بيكون كارهه وبيقلعه على طول وبيقعد يشتم ويلعن في بنات المجلس. بس كاجويا كان كل اللي هممها هو انه اخيرا انضم لمجلس المدرسة، فبتجري عليه تحضنه مرة تانية. وهنا بنكتشف ان كاجويا كمان يبقى ولد مش بنت. جينات حلوة اوفر الصراحة. ووقتها هيما بيكون مستغرب اصلا هما ليه خدوا جينات بناتي كده. وتاني يوم تادوكورو صاحب هيما بيقعد يغيظه عشان لابس لبس بنات، وبنعرف ان ايام الاعدادية زمايل هيما رخموا عليه وخلوه يلبس لبس بنات لاول مرة. فتادوكورو بيقول له انه الحقيقة قمر وهو لابس لبس البنات ده، وهو واقف معاه وبيرخم عليه برضه. اونكو بتقوم مدياه شلوط وبتطيره بعيد، وايتن بتزعق له، والبرتينا بتقول له ان هيما يخصهم. بس تادوكورو مش بيتأثر بكل الكلام ده وبيمسك ايد ايتن على امل انه يسحرها بجاذبيته الفذة، وبيعرض عليها انهم يروحوا يشربوا حاجة سوا بعد المدرسة. بس ايتن ما بتبقاش من النوع ده من البنات وبتلطشوا كف يعرفوا حجمه. والحقيقة ان تادوكورو عشان يقدر يلفت انتباه ايتن محتاج يلبس لبس بنات الاول، وفي الحالة دي تادوكورو محتاج يتعلم كتير من هيما. بس لما هيما بيقول لهم انه مالوش في الليلة دي، البرتينا بتقول لهم انها هتعلمهم هما الاتنين. وفي الوقت ده كاجويا بيبقى واقف يتفرج عليهم من بعيد وبيستغرب من تصرفات ايتن. وفي الناحية التانية اودا اللي من لجنة الانضباط بتبقى بتراقبهم هي كمان ومش بيعجبها تصرفات المجلس، والاتنين بيبصوا على بعض. واودا بتستغرب كاجويا دي جاية منين، فكاجويا بيقول لها انه يبقى عضو مجلس الطلبة وبيحاول يتوهها. ولحسن الحظ صاحب كاجويا بيشرح علاقته بهيما. وقتها هيرو الخدامة بتاعت اودا بتفترض ان كاجويا كمان يبقى ضحية لمجلس الطلبة، وفي الحالة دي اودا بتكون واثقة انها لقت حد في صفها هيساعدها يخلصوا من اتحاد الطلبة ده. ولما كاجويا بيسمع ده بيوافق على طول وبياخد اودا لهيما وهو بيقول له انها هتنقذه من المعاتيه دول. وبعد ما كاجويا بيزوم عليهم، بنات اتحاد الطلبة بيخافوا وبيطلعوا يجروا وبيبقوا مش عارفين البنت دي مين وطلعت منين، بس بيعرفوا من هيما انه اخوه الصغير. والان مع المفاجأة الكبرى، حتى اودا يبقى ولد واسمه ميتا. وفي يوم اتحاد مجلس الطلبة بيتجمعوا كلهم، وايتن بتعلن انهم عندهم طلبات جايه لهم من الريس واللي بيكون باباها، وده بيعرفنا هي ليه سايقه العبط وبتعمل كل اللي هي عايزاه. المهم
المهم ان البنات بيكونوا وعدوا الرئيس انهم يهتموا بالمسؤوليات بتاعه باقي النوادي، فبيبداوا بفرقة التشجيع، وطبعا عشان يندمجوا معاهم بيلبسوا زيهم، وبيخلوا هيما كمان يلبس زي البنات، وبيلبسوا هما بدل رجالي، وهيما مش بيقدر يشتكي المرة دي عشان فرقة المشجعين الرجالي بيبقوا معجبين بحلاوته، وعشان كده بيساعدوه وبيشرحوا له يشجع ازاي، وبيقولوا له اول حاجة يرفع دراعه، فالعناكب اللي ماسكة في الشراشيب بتبان. وقتها ايتن بتتدخل وبتقول ان الوضع ده مش عاجبها، ولما واحد من الشباب بيسأل هيما هو اتعلم ايه لحد دلوقتي، هيما بيوريه الحركات اللي بيعرف يعملها، بس بيكون لسه بيعمل شوية غلطات وبيتحرج من ده، فبيعتذر بوشه البريء. وبعدين بيطلعوا على فريق كرة اليد واللي بيبقوا مهزومين من الفريق التاني، وبما ان دور هيما هو انه يشجعهم، ايتن بتناديه عشان ينفذ اللي اتعلمه، بس هو بيتزحلق بالغلط وبيقع، والرجالة اللي بيلعبوا بيشجعوه، ومن بعدها والفريق بيتحمس على الاخر وبيكسبوا الماتش وبيفرحوا جدا، فبيقوموا واخدين هيما رافعينه في الهواء. وبعد كده مجلس اتحاد الطلبة بيروحوا لطلبة نادي التصوير، وهناك بيقدموا هيما للنادي من غير ما ياخدوا رأيه، وبيخلوه يبقى الموديل، واللي طبعا بيخلوه يلبس لبس بناتي فاخر من الاخر، فبنشوفه هو بياخد وضعيات تصوير لايقة مع اللبس اللي بيلبسه، سواء كان لبس ممرضة او ارنب او بنت رياضية. ولما المصور بيكون عايز يلبس هيما مايو، ايتن بتتدخل وبتمنعه، بس معاناة هيما بتزيد اكتر لان طلبة المجلس بيتمادوا فيها اكتر وبيعدلوا صور هيما، ولما بيشوفها بيطلب منهم يقطعوا الصور دي عشان مش عاجباه، بس البنات بيرفضوا عشان بيكونوا شايفين ان شكله حلو فيهم، فبيتحايل عليهم انهم يرموها، وبيفكرهم بانه ولد، بس الحقيقة انهم مش بيفرق معاهم، وبيكملوا يومهم وبيطلعوا بعدها على نادي الرسم، وهناك الطلبة بيفرحوا جدا لما بيشوفوا هيما، وهو لما بيشوف الحماس ده بيقلق، والحقيقة انه بيكون عنده حق يقلق لان الطلبة بيبقوا عايزين يرسموا عليه هو، والبنات بيحاولوا يقنعوه وبيقولوا له انهم هيرسموا على النص الفوقاني بس. وهنا هيما بيحس ان موضوع اللبس الغريب والشخصيات المتحولة دي انتشر في المدرسة زي الفيروس، بس رغم كده برضه مش بيقدر يعترض لانه مديون ليهم. وبعدها وهم بيرسموا ألبرتينا مش بيعجبها رسوماتهم، وبتقول لهم يحسنوا من رسوماتهم بدل الشخبطة اللي عاملينها دي، وبتوريهم ازاي يرسموا كويس. ولما الطلبة بيشوفوا رسمتها بينبهروا وبيكتشفوا انها ألبرتينا سينسي المشهورة، وبيطلبوا منها اوتوجراف. وهيما لما بيسمع ده بيستغرب ومش بيكون فاهم، وبيكتشف ان ألبرتينا تبقى فنانة مشهورة، وطلبة نادي الرسم بيحبوا رسوماتها ودايما بيشتروا مجلاتها. ولما بيسمع كلمة مجلات دي بيسأل عن نوع المجلات اللي بترسم لها، وبيلاقي انها بترسم لمجلة يوري هيمي، ولما بيسمع ده بيتحمس اكتر منهم. وبعد شوية بيخلصوا رسومات اخيرا، وهم بيتمشوا في ممرات المدرسة، اونكو بتوري ألبرتينا الاصدار الجديد للمجلة، وبنلاحظ ان الشخصية الرئيسية شبه هيما جدا، وحتى العنوان بيبقى مكتوب عليه الولد السحري هيما كيس. ولما ألبرتينا بتلاقي هيما متضايق بتزعق فيه وهي بترج في اللعبة بتاعتها، وبتقول له انه ما ينفعش يتضايق، وبتقنعه يحب الشخصية لانها مخلياه البطل في المجلة. بس هيما بيبقى مش مقتنع برضه وبيقعد على جنبه وهو حزين، وايتن بتطلب من ألبرتينا انها ما تضايقهوش وما تضغطش عليه، بس ألبرتينا ما بتعترفش انها غلطت اساسا، وبتقول ان الدبدوب هو اللي قال كده. فايتن بتتريق عليها وبتقول انه لو كان الدبدوب بينطق كان قال لها ارحمي امي. وهيما وقتها بيكون جاب اخره من المعاتيه اللي معاه دول لانهم شبه بعض كلهم، وكل يوم بيسوقوا فيها عن اليوم اللي قبله. ولما بيقعد لوحده اخيرا بيحس انه تعب منهم، بس بيكون مبسوط بالمعلومة الجديدة اللي عرفها عن ألبرتينا النهاردة، بما انه يعني معجب برسوماتها. وفي اللحظة دي بيلاقي الدبدوب بتاعها ظهر له وبيقعد يشتمه وبيقول له يا واد يا بت يا مخنث ياض، بس طبعا ألبرتينا العاقلة بتقول له عيب يا دبدوبي. وفي يوم وهم قاعدين في المكتب ايتن بتلاحظ ان هيما متضايق وبتفهم انه جايب 35 درجة من 100 في الامتحان، ولما بيسألهم هم جايبين كام في الامتحان بيتضايق اكتر عشان بيلاقيهم جايبين درجات عالية، وبيكتشف ان ايتن طالعة في المركز الثاني على مستوى الفصل، وألبرتينا في المركز الخامس، وأونكو في المركز الاول. سبحان الله فعلا، اللي مقضية وقتها كله في قراية المجلات طالعة في المركز الاول وسط اصحابها. وبما انهم التوب في المدرسة بيحسوا ان من واجبهم انهم يذاكروا الهيما، وبيبدأوا بالتعليم الصحي والفيزيائي، بس هيما بيبقى شايف ان الهري اللي بيتكلموا فيه ده مش من الحاجات الاساسية، بس هم بيعترضوا وبيفكروه بالاربعة من 100 اللي جايبها في الامتحان. فلما بيسمع ده بيتحرج وبيسكت. وقتها ألبرتينا بتقوله ان التعليم الصحي والفيزيائي بيعلم حاجات كتير عن اسرار الحياة، وايتن بتتفق معاها. ولما
ولما هيما بيسمعهم بيستغرب هم ازاي طالعين من الاوائل بكمية الخرا اللي في دماغهم دي. وبعدين بيدخلوا في موضوع اللبس، وايتن بتشرح له ان موضوع لبس البنات ده سهل جدا، بس لو ولد اللي هيلبس لبس البنات فهو محتاج يتقن الموضوع على الاخر. يعني مثلا ما ينفعش يبين انه لابس باروكة ويلبس اكتر لبس فيه انوثة. بس البرتينا بتقطعها وبتقول لها انه مش لازم يعمل كده. وقتها هيما بيحس انها ملاك مبعوت له عشان تنقذه فبيشكرها، بس البرتينا بتفاجئه وبتقول له انه لو لبس مايو هيبقى جامد عليه. فانكو بتقول لهم ان المايو القطعتين هيبقى شكله حلو قوي عليه، خصوصا لو لونه ابيض. وفي اللحظة دي هيما بيبقى هيتجنن وبيستغرب هم ازاي وصلوا للمرحلة دي، وهو كان كل همه الدراسة وانه يجيب درجات عالية. فايتن بتبص له بطرف عينها وبتقول له انه لو لبس اللبس اللي بيقولوا له عليه وقتها هيذاكروا له. وبعدين بيرجعوا يتكلموا عن الدراسة وقد ايه هو مستواه وحش في المادة دي، وبعدها بيخلوه يذاكر امتحان الرياضة اللي جايب فيه 6 من 10. ولما بيعرفوا المواد اللي مستواه ضعيف فيها انكو بتعلمه التكتيك اللي يساعده في المذاكرة واحسن طريقة يحل بيها مشاكله. وعلى قد ما انكو شكلها بيقول انها غبية بس بتكون اذكى واحدة فيهم. ووقتها ايتن بتدمر اللحظة السعيدة دي وبتقول له يديها 4 حاجات مقابل ال4 غلطات اللي عملهم في الدراسة، وبتكون شايفة ان الدراسة بتجيب نتيجة احسن لو الواحد استغل جسمه. وبرغم اعتراضه البنات بيخلوه يقلع 4 حاجات من اللي بيكون لابسها زي البلوفر والتوكة والشراب والجرافطة عشان يستوعب العواقب. وبعدين بيذاكروا له مادة التاريخ وبيسألوه مين اللي بنى قصر ازوتشي، فبيتسرع وبيجاوب اودا بس اجابته بتكون غلط. وايتن بتقرر ان العقاب الجاي يخلوه يلف التراك 10 مرات. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي الناس متجمعة في مكان واحد عشان البرتينا تمضي لهم اوتوجراف على المجلة الجديدة اللي نزلتها، فبيخلوا هيما يمضي معاها بما ان صورته موجودة على الغلاف. لا، والاجمد بالنسبة لالبرتينا هو ان محدش عارف ان هيما يبقى ولد. وفي خلال كام ساعة بس المجلات كلها بتتباع، واخيرا بيخرجوا وبيخلوا هيما يلبس لبس اغرب من اي حاجة تانية هو لبسها. وفي ثانية الشباب كلهم بيتجمعوا عشان ياخدوا صورة معاه وبيطلبوا منه يبتسم وياخد وضعيات مختلفة. وبعدين بنلاقي ايتن مجهزة كارت بيزنس لهيما مكتوب عليه بالخط العريض انه ولد، والمصور لما بيقرا ده بيتصدم صدمة عمره. وايتن لما بتشوف ده بتحس انها دمرت له احلامه. وفي الوقت ده اودا بتيجي وبتزعق لهم عشان عاملين نشاط بره المدرسة، وكاجويا بيبقى جاي معاها وبيتغاظ من اللي عاملينه في اخوه. بس بدل ما يصلحوا الوضع بيلاقوا الشباب واقفين في صفهم وموافقين ان هيما يمثل عادي ويلبس الزي عشان يحضر بيه المناسبة دي. بس اودا بتوضح لهم ان ده مش عشان المناسبة بس. ووقتها بتبص جنبها وبتلاقي كاجويا مبسوط بالصور اللي الشباب بيصوروها له، فبتتحط في موقف محرج اكتر هي وهيما. لا، وكمان كاجويا بيطلب من اخوه انهم يتصوروا سوا. وهنا انكو بتبعد اودا من المكان عشان يعرفوا يتواصلوا مع المعجبين، وبما انهم مش عارفين يعملوا حاجة بيضطروا يستسلموا. وبعد كام ساعة من التصوير المجلس ولجنة الانضباط بيروحوا ياكلوا في مطعم عائلي، وهيما بيكون تعب من الغنى والتصوير وبيحلف انه مش هيعمل كده تاني. ده غير انه كان خايف لا يتكشف، بس الصور اللي ايتن صورتها له بتقول عكس كده. وده لان شكله في الصور مبين انه مستمتع جدا بوقته، وايتن بتبقى شايفة انه قادر يخلي الناس مبسوطة. ولما بيسمع ده بيتكسف، فايتن بتحضنه على تعبه وعلى المجهود اللي عمله طول اليوم وعلى قد ما الظروف والدنيا جاية عليه. بس هيما بيبقى بيحاول على قد ما يقدر انه يتعامل مع الوضع، خصوصا مع شلة المعتيه اللي قاعد معاهم طول الوقت دول، ومهما عمل هيفضل في عينيهم الأميرة الصغيرة بتاعتهم.